السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة أسئلة محمد نشار. طبعا يا جماعة النهاردة هنكلمكم عن بعض العملات اللي هي الغريبة، بعض العملات اللي هي المعدنية الغريبة. في منها يعني عملات هيات كل مدى هكلمكم عن ايه، عن عملة بالتحديد. يا جماعة النهاردة لقيت ان في عملة إسرائيلية يا جماعة، عملة إسرائيلية قديمة معلهاش تاريخ خالص، الظاهر قديم جدا. يا جماعة العملة ديت زي ما حضراتكم شايفينها اهيت، دي عملة إسرائيلية مكتوب عليها إسرائيل. كانت 1959 العملة دي، 1959 إصدار قديم جدا. العملة دي يا جماعة كانت يعني يعتبر مع الجماعة اليهود اللي في مصر كانوا بيستخدموا العملات دي زمان. اليهود اللي في مصر كانوا بيستخدموا العملات اللي هي العملة الإسرائيلية في مصر. طبعا يا جماعة دي عملة لقيتها بالصدفة كده، طبعا حبيت أوريها لحضراتكم برضو وأعرفكم عليها. مكتوب عليها إسرائيل اهي يا جماعة، مرسوم عليها رسومات إسرائيلية. طبعا يا جماعة العملة ديت من المعدن، وعملة قطرها 7 ملي، وموجودة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم يا جماعة اهيت. العملة دي مصنوعة من معدن نيكل اللي هو، والخامة لا تجزأ بالمغناطيس، مادة معينة. بس المهم يا جماعة ان احنا بنتعرف على بعض عملات احنا ما شفناش قبل كده وقديمة زي العملة الإسرائيلية ديت يعني. طبعا احنا اهم حاجة العملة بتاعتنا، العملة المصرية جميلة جدا، بس طبعا العلم بالشيء لازم نشوف برضه حاجات جديدة برضه عشان ايه، نوري حضراتكم اشياء جديدة. ديت العملة دي يا جماعة مكتوب عليها 1 شيكل، او واحد زي ما بقول لحضرتك كده يا جماعة، مكتوب عليه 1 شيكل. العملة الإسرائيلية اسمها بالشيكل، شيكل، عملة إسرائيلية بالشيكل اللي هي دي يا جماعة. طبعا احنا عملتنا المصرية بنفتخر بها جدا، العملات القديمة، وبتجيب أحلى أسعار جميلة جدا العملات القديمة المصرية. زي ما أقول لحضراتكم في الفيديوهات اللي قبل كده بتاعتي، اللي ما شافهاش يخش يشوفها ويعرف عن جميع العملات المصرية القديمة بتاعتنا كلها يا جماعة، اللي هي الجميلة جدا اللي بتجيب أسعار عالية. طبعا دي مكتوب عليها يا جماعة هي قدام 1 شيكل، بس باللغة العبرية اللي هي تبع إسرائيل. طبعا يا جماعة ديت اللغة العبرية ديت اللي هي كانت لغة إسرائيل، بتعمل على العملات بتاعتها، تكتب عليها كل حاجة. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة اهيت، مكتوب 1 وبالعملة باللغة العبرية شيكل، مكتوب إسرائيل ومكتوب عملة باللغة العبرية. طبعا يا جماعة العملة ديت كانت 1959، يعني بقالها أكتر من 60 سنة، حوالي 65 سنة، بقالها أكتر من 60 عام، يعني حوالي ما يقارب من 65 67 عام العملة دي. بس حابين نوري حضراتكم برضه يا جماعة الشكل بتاعها للمعرفة فقط لا غير، إنما إحنا بنحب عملتنا جميلة جدا العملة المصرية ونقدرها، بس بحب أوري حضراتكم أشياء جديدة. وزي ما أوري برضه الفيديوهات القادمة إن شاء الله هيبقى فيها برضه المعلومات دي كلها من جميع أنحاء العالم، هعرفكم عليها برضه كلها العملات دي يا جماعة، وأعرفكم إن العملات ديت كل ما تكون قديمة كل ما تكون مطلوبة بأسعار عالية. دي قناة أسئلة محمد نشار يا جماعة، يا ريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد، لأن في فيديوهات قبل كده جميلة جدا وفيها معلومات هامة، والفيديوهات القادمة إن شاء الله برضو حضراتكم هتستفادوا منها. وأي استفسار أو أي شيء عن عن العملات يا ريت تكتبوا في التعليقات، وأنا بأمر الله إن شاء الله أرد عليك. قناة أسئلة محمد نشار تتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.